الراجل اللي شنبه جاد بص ورا موان وجين وول. جين مو بدأ كئيب وهو بيبص على كو اللي وراه ومشي. اللحظة اللي بعدها الولد والعالم لقوا نفسهم في الشارع طايرين بسرعة عبر الأبواب الخشب لحانة متهالكة. موانج في الوقت ده كان بيراقب الولاد من شباك مكسور. بعد كده وجه نظرة جانبية على الخصم اللي جوه المبنى. قرر ما يضيعش وقته وينضم للفريق المكروه اللي كان بيتعامل فعلا مع المرتزقة الوقحين اللي اتجرأوا يهاجموا السيد الشاب. كو صرخ بغضب، أمر فرقته يقتلوا كل الأعداء ما عدا واحد. كان بره ضلمة خلاص وموان وجين وول كانوا بيجروا بسرعة عبر الغابات. جين وول لاحظ إنه بين الأشجار خيال غامق لراجل بعيون بتلمع كان بيجري بالتوازي معاهم. عيون الشاب كانت مليانة غضب وهو بيمسك مقبض سيفه. جين وول اتنهد بزعره والسياف اللي قدامه طلع الزهرة الفضية والعدو طار ناحيتهم. السيف كان متجه ناحية رقبة الراجل اللي وصل في الوقت المناسب. فجأة صرخة استنكار اتسمعت قصاد شونين واقف وإيديه مرفوعة متغطي بعرق بارد ورعب. جين وول رفع حاجب مستغرب وموان حط السيف كاني في غمده وبص على سيد التحولات في دهشة. شونين ومساعديه الحيوانات أشاروا بقلق على الجنب مبلغين عن القتلة. النينجا الخايف المتعرق كمان بلغ إن ناس بيولعوا حرائق بره التحالف السماوي المركزي بيقربوا منهم كمان. وهو متغطي بعرق بارد من الإثارة جين وول حط إيده على دقنه وفكر باقتراح إن المجموعتين قرروا يهاجموا في نفس الوقت. جين مو بص على جنب والعالم كان بيفكر في التحركات الجاية وتشونين بجدية قال إن في حد سرب المعلومات عمدا. نيوان ضيق عينيه بص بصمت لقدام بنظرة صارمة. جين وول كمان غمض عينيه شوية بيفكر إن الكمين كان مجرد مناورة خداع عشان يجروا التحالف السماوي المركزي بره الحدود. العالم كشر بغضب مستنتجا إن ده حتى كويس. تشونين المذعور المتغطي بعرق بارد وغراب على كتفه قرر إن الراجل اتجنن. وسيد التحول وجه نظرة استياء على جين وول وموان لف وراه. الراجل الشاحب شرح إنه لو اتقبض عليهم واتسجنوا هيقدروا يدخلوا التحالف السماوي المركزي. تشونين رفع ايده في حيرة وقال إنهم ما ينفعش يضيعوا وقتهم هنا على أي حال مقترحا يمشوا بسرعة. نيوان لف بنظرة حيرة وهز راسه لما جين وول حط ايده على كتفه وطلب منه يثق بيه بجدية. الراجل الشاحب وجه نظرة غاضبة على محاوره. جين مو بص له بكآبة في المقابل وهو قلقان جدا. تشونين حط ايده على ظهر عالم الثلاث علوم معلنا إنه بيعمل شغله والسياف شكره. القمر كان بيلمع في سما الليل محاط بانتشار من النجوم الساطعة. سيد التحول كان بيجز على أسنانه وهو بيجري عبر الغابة الغامقة وجين وول على ظهره ومساعديه الحيوانات ماشيين جنبه. والعرق كان بينزل من تشونين. العالم طلب من موان يقاتل وهو مكشر بعيون بتلمع. قرر بحزم يحرر الشاب من قيوده. في الوقت ده فرقة من المرتزقة مسلحين بسيوف جريوا بسرعة عبر الغابة الغامقة. واحد منهم اتفاجئ جدا متغطي بالعرق وبيبص لقدام باستفهام. على مسافة قدام حشد كبير من القتلة الشكل الغامق لموان بشعر متطاير كان باين. الفرقة فحصت الشاب اللي دلوقتي لف عشان يواجههم. جين مو بدأ صارم جدا عينيه بتلمع وسيفه مقبوض عليه بإحكام في إيده. الولد نزل راسه وواجه نظرة ازدراء من تحت حواجبه متسائلا إذا كان يقدر يهاجم من غير تدخل. وهو بيبص لورا موان كان بيتمنى إن عالم الثلاث عقول وتونين يكونوا راحوا بعيد كفاية وقرر يخلي انتباه الخصم عليه. السياف نزل راسه واتنهد عشان يجمع نفسه مدركا إنه دلوقتي يقدر يهاجم بكل قوته. الولد لف دقنه على جنب بإيده طقطق رقبته ولف على المرتزقة عشان يعرف مين استأجرهم بس هو عارف مسبقا إن ده بلا فايدة. اللي بيستعدوا للهجوم اتفاجئوا لما سمعوا السؤال ده بس فضلوا ساكتين. موان دلوقتي ماسك مقبض النصل بإيديه الاتنين مقررا يهاجم. حرك رجله في دايرة على جنب مطلع تراب مقررا يخلص الأمور بسرعة. السياف شوح بسرعة بالزهرة الفضية اللي طلعت خط بنفسجي طويل من الطاقة السحرية. الشاب فجأة جري عبر فرقة المرتزقة كلها عينيه بتلمع ووجه ضربة قوية بنصل مسحور. الولد وقف وعينيه بتلمع وإيده بتطير ورشاشات دم طلعت في الهواء وراه. أعضاء عشيرة قتلة الأشباح انسحبوا في رعب وهم بيراقبوا الدم بيطرطش في كل الاتجاهات. بصوا على موان اللي كان ماسك سيفه بإيديه الاتنين. الدم اللي لسه ما وقعش على الأرض وراه ادى جين مو مظهر مرعب. القتلة شتموا مدركين إنه أقوى بكتير من اللي قالوه. نيوان اتحرك من مكانه وجري ناحية الحشد. أعضاء عشيرة قتلة الأشباح بدأوا يرجعوا لورا بيشتموا شايفين العدو بيقرب. جين مو نط لفوق وهو ماسك نصله لقى نفسه فوق 3 قتلة. في غمضة عين بضربة واحدة من سيفه قطع روس ال3 كلهم والجثث ال3 اللي من غير روس وقعت على الأرض. موان نزل على الأرض وبص على القتلة اللي قدامه عينيه كانت بتلمع ببراءة. بعد لحظة بس موان جري ناحية أعدائه بسرعة كبيرة. واحد من القتلة وهو بيصرخ مسك النصل قدامه بمسكة عكسية. شريكه عمل نفس المثال وهو ماسك النصل بإيديه الاتنين بمسكة عكسية. قرر يضرب موان. جين مو وهو بيجري بينهم شوح بسيفه مرتين قتل الاتنين. موان وقف ورفع نصله فوق راسه وقطرات دم اترشت من جرح القاتلين اللي لسه مقتولين من عشيرة قتلة الأشباح وطارت في الهواء. جين مو واقف قدام الأعداء شوح بسيفه شايل كل الدم منه. رئيس عشيرة قتلة الأشباح عرق بغزارة وهو بيبص على موان. ما قدرش يصدق إنه من ال80 شخص اللي اتبعتوا للحانة 2 بس هم اللي بيطاردوه. اتضح إن موان خلص على الباقيين وكان مستنيهم. رئيس العشيرة رفع كعبه وجمع شوية تراب سايب بطرف رجله. في نفسه سمى موان شيطان ماسك سيف. بعد لحظة رئيس عشيرة قتلة الأشباح ضرب بحدة كومة التراب اللي جمعها رافعها لفوق. التراب طلع قدام موان حاجب رؤيته. كل ده عشان رئيس العشيرة فهم إنه بالمعدل ده جين مو هيقتلهم كلهم. القتلة جروا على موان في نفس الوقت مستغلين الفرصة. كل نصل من نصولهم كان متجه على أعضاء حيوية. نصول العدو كانت على بعد مليمترات من وش موان لما التراب والأرض اللي
قدامه اتمسحوا، بس جين مو استخدم تقنية السيف وقدر يرجع لورا، وفي نفس الوقت ضرب أعداء كتير. نيوان وهو منحني شوية ولمس الأرض بإيد واحدة، راقب دم أعدائه بينزل من جروحهم. الدم ملى الهواء، قطرات دم بتتحرك باستمرار من خلاله. رئيس عشيرة قتلة الأشباح مرمي على الأرض، ماسك جرحه اللي في رقبته اللي بينزل منه دم باستمرار. بص على موان بخوف، مدركا إنهم اتكسروا بالكامل. افتكر لا إراديا اللحظة اللي خد فيها كيس الفلوس وقبل الأمر. بعدين افتكر من هو واقف قصاده والعروق على جبهته منتفخة. دلوقتي رئيس العشيرة ندم إنه ما قتلهوش ساعتها. رئيس عشيرة قتلة الأشباح لاحظ إزاي موان بدأ يقرب منه، وهو شايف جين مو بيقرب ما قدرش يستحمل وبدأ يترجى الرحمة. لما موان كان واقف قدامه، القاتل صرخ بيقول إن مان هو السبب في كل حاجة. جين مو ما سمعش القاتل خلاص وقتله بضربة من نصله. جين مو اللي وشه جه عليه دم بدأ يستنشق الهواء. موان مد إيده على وشه وبدأ يمسح الدم من وشه، وهو بيحط السيف تاني في غمده. موان قال إنه زي ما فكر كل ده بسبب مهل. محاربين لابسين زي التحالف السماوي المركزي جروا على المكان. لما وقفوا اتجمدوا في صدمة، بيبصوا لقدام برعب. محاربين اتنين تقيأوا طلبة باللي شافوه، ورئيس الفرقة اللي واقف قدامهم بس هو اللي فضل ثابت، على الرغم من إن بقه وعينيه كانوا مفتوحين في رعب. الأرض كلها قدامهم كانت متغطية بجثث ناس بينزل من جروحهم باستمرار. في نص الأرض الخالية موان كان قاعد على واحدة من الجثث، ده خلى واحد منهم يصرخ سائلا إيه اللي حصل هنا. وهو بيبص على موان اللي محني راسه، قائد الفرقة شتم على الناس العواجيز في القسم عشان ما بلغوهمش إنهم هيتعاملوا مع قاتل مختل عقليا. قائد الفرقة وهو بيعرق بغزارة صرخ طلبا من موان يستسلم. جين مو بدأ يرفع راسه ببطء وبص على اللي وصله، بعدين رفع ايديه ببساطة كعلامة إنه مش هيقاوم. رئيس الفرقة فتح عينيه على وسعها، مش فاهم ليه موان سمح لنفسه يتقبض عليه. وهو رافع ايده وبيشاور على موان، أمر مرؤوسيه يصادروا الأسلحة ويقبضوا عليه. لما سمعوا ده المرؤوسين الاتنين جروا فورا ناحيته. لما مرؤوسين اتنين جروا على جين مو، موان بص على واحد من الناس وحذره يكون حذر مع سيفه عشان ناس كتير ما قدروش يسيطروا عليه. الولد وهو متوتر جدا مد ايده على السيف بيقول لنوان يبطل كلام. لما مسك نصل موان إيده بدأت ترتعش بعنف. بعد لحظة بس جسم الولد كله كان بيرتعش وعينيه لمعت ببراقة بكاي بنفسجي. الشريك اللي واقف جنبه بص بقلق على زميله وبدأ يطالبه يرجع لعقله. جين مو مسك سيفه من إيدين الولد وده خلاه يقع، وهو مش مهتم بصدمة شريكه. موان قال إنه مفيش داعي ياخدوا سيفه عشان هو ببساطة هيتبع تعليماتهم بسلام. قائد الفرقة بدأ يتوتر جدا، عرق بينزل من وشه بغزارة وهو بيسمع موان بيقول لهم يهدوا عشان هو مش هيستخدم السيف ضدهم حتى لو بعتوه السجن. اتنين من المجموعة حطوا إيدين ميان ورا ظهرها وخدوها بعيد. الأحداث بتنتقل لغابة كثيفة تيجانها كانت منورة بالقمر. مانج قاعد على صخرة في غابة كثيفة وإيديه مكتفة على صدره. واحد من مرؤوسيه لابس قبعة وعباءة زرقاء جري ناحيته. قريبا جري على مينج وقال إنهم قبضوا على واحد من القتلة وقتلوا الباقيين زي ما أمر. عيون مانج اتوسعت فجأة لما مرؤوسه قالوا إن الراجل اللي كانوا بيحموه اتعامل مع مطارديه وبعدين استسلم للتحالف السماوي المركزي. بس بعد لحظة مواند هدي مدركا إن في مجموعة تانية من القتلة كانت بتطارد سيده، بس هو ما قدرش حتى يفكر إن سيده هيسمح لنفسه يتقبض عليه. نوسينج مال راسه شوية وضيق عينيه وهو بيفكر في سبب استسلام سيده. نوسينج لف راسه وبص على مرؤوسه وهو بيسأله إذا كان في حاجة تانية محتاجين يعملوها. نوسينج ما قدرش ما يفتكرش جنوال اللي سأله في الحانة إذا كان ممكن يثق في ناسه. النصل الأول. نيوان بص على مرؤوسه وبدأ يفتكر أحداث من 5 سنين. وقتها في العقار الرئيسي بعد سنة من التعذيب كمحارب من رتبة منخفضة، هو كان مجرد عبد بيراقبوا القسم عن قرب. وقتها هو قابل 7 عبيد كلهم كانوا بيتاخدوا مربوطين بحبال، كانوا منهكين، دم بينزل من مناخيرهم وبقهم. راجل بشنب طويل وحواجب كثيفة صرخ في العبيد سائلا إزاي يجرؤوا يسرقوا حاجة منه. مانوك فورا بعد كده أمر مرؤوسيه يقفلوا على العبيد في السجن ويجوعوهم لحد الموت. نانج اللي كان شايل دلاء ماريا على كتافه باستخدام نير بص على الوافدين الجدد. بعد شوية ناول طبق رز. راجل جعان ومنهك في الزنزانة سأل ماونج ليه بيعمل ده عشانهم. أول مرؤوس للين وقف قدام الكاميرا وقرر يجاوبهم، بيقول إنه عبد زيهم وهيدخل في مشاكل لو حد شافه بيساعدهم. السبب كان بسيط، هم فكروه بماضيه، بعدين هو اتعلق في قيود والحارس ضربه يوم ورا يوم. ظهره كان متغطي بالدم ودم كان بينزل من راس مانج. تخيل مرؤوسيه ال3 وقرر يقول للعبيد إنهم فكروا بيهم، الناس اللي ما قدرش يحميهم لما كان نائب رئيس مجموعة مرتزقة وماتوا من غير حتى ما يقدروا ياكلوا آخر وجبة ليهم. أوسانج افتكر لا إراديا اللحظة اللي وقف فيها قدام بقايا مرؤوسيه السابقين الدموية وقال إن ناسه ما يستحقوش يموتوا زي الكلاب. مينج لف ظهره للكاميرا وبدأ ينزل عايز يقعد، بيقول إنه كنائب رئيس كأخ أكبر ما عملش كل اللي كان المفروض يعمله عشانهم، عشان كده هو عايز يكفر عنهم من خلالهم عشان يخفف الذنب. عشان كده هم مش محتاجين يحسوا إنهم ملزمين،
مينج قعد وسند على الزنزانة، بيقول للعبيد في الزنزانة إنهم لازم كانوا يائسين عشان يسرقوا أكل من فرع زنج للتحالف السماوي المركزي، بس بسبب الفرق الكبير بين الأغنياء والفقراء هم انتهوا في مواقف زي دي. النصل الأول لماونج بص في السماء. العبيد في الزنزانة ما لمسوش الرز، وهم بيسمعوا اللي قاعد قدام الكاميرا بيتكلم عن حبيبته اللي سرقها واحد تاني، وإنه كان عايز يعمل كل حاجة عشان يخلص عليه، بس هو مات فجأة. مينج افتكر يبويل مرمي على الأرض، دم بينزل من جبهته، بقه ومناخيره. بعدين هو صرخ بغضب، ماسك راس عدوه في إيده، وساعتها هو أدرك إن الموت ملوش معنى. بعدين حط راس يبويل تاني على الأرض. رغبته في الانتقام، غضبه، كل ده خلاه يحس بالفراغ جواه. ماونج بدأ يقوم، بيقول إنه على الرغم من إن مانوك أمرهم يموتوا، دي مش النهاية، عشان هو هيسمح ليهم يعيشوا لو اشتغلوا وعملوا كل اللي قاله. نانج لف راسه وبص على العبيد وقال إنه حتى لو اتعاملوا زي التراب وعانوا من الإهانة، هم بس محتاجين ينجوا. بعدين مانوك بدأ يحترم ماونج، وهو بعد ما سيطر على نصلين ورا ظهره وهدوم عادية قدر يسيب القسم عشان ياخد منصب مهم في التحالف السماوي المركزي. بس في يوم السبع رجالة كلهم ظهروا قدامه، ركعوا وقالوا إنهم سمعوا كلامه وعملوا كل حاجة عشان ينجوا، وبعدين هربوا. دوروا عليه لأكتر من 6 شهور وعايزينه يعلمهم فنون قتالية، عايزين يبقوا مرؤوسيه. نانج بعدين حاول يقنعهم، بس هم كانوا متمردين في قناعتهم. نانج افتكر اللحظة اللي بيه هاجم فيها، بس وقف عشان من أركان أوضته طلعوا محاربيه السبعة المخلصين، اللي بعد ما اشتغلوا تحت أمره بقوا أقوى، وبفضلهم هم حتى قدروا يبقوا مجموعة منفصلة من التحالف السماوي المركزي، فرقة استطلاع خاصة. الأحداث رجعت للحاضر. ماونج بص على مرؤوسه من غير ما يقول كلمة. الراجل اللي لابس قبعة وعباءة زرقاء متوتر شوية، قال إنه لو ماونج محتاج حاجة هو ممكن بس يبلغه، وإن اللي بيبص عليه ده مخيف إلى حد ما. ماونج مد إيده بذهب في كفه لمرؤوسه، بيقول له يستريح مع الباقيين. مرؤوسه شكره على الهدية وسأل إذا كان موين هينضم للوجبة. النصل الأول ماونج خط قناعه، بيقول إنه مش هيقدر عشان ظهرت له مسألة تانية. الأحداث انتقلت لقصر عيلة تانج. ديمون صرخ سائلا إزاي الدفاع ضد القتلة ممكن يعتبر جريمة. هو ما قدرش بس يسمح لنفسه يتقتل. وعموما إيه اللي كان بيعمله التانيين في اللحظة دي؟ جين وول وجونجان اللي كانوا قاعدين على الجنب التاني من الترابيزة كتفوا إيديهم على صدورهم. عالم الثلاث عقول قال إنهم مش محتاجين يذعروا، عشان في الحقيقة ده حتى أفضل. وماي لمست رقبتها بقلق. جان أشار بإيد واحدة وسأل جين وول إزاي الأمور ممكن تكون أفضل في المكان ده، عشان التحالف السماوي المركزي كان جحيم على الأرض. يساوي بعد كده جيمن من غير ما يستنى إجابة قال إنه على أي حال ماون هيبقى صعب جدا يطلعه لو انتهى بيه المطاف في السجن. جين وول سمع وجيمون قاعد قصاده بيقول له إنه وكالات إنفاذ القانون هتشارك في الموضوع. في الحالة دي هياخد وقت بس عشان العالم يعرف أصل مايان. وهو بيبص من الشباك على الجزيرة الرئيسية في التحالف السماوي المركزي، جيم قال إنه بمجرد ما المعلومات عن أصل ماين تتكشف التحالف السماوي المركزي هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يخلصه. جين وول غمض عينيه وجونجان بس هو اللي راقب، وموراي لفت لعمها بتقول إنهم محتاجين يسمعوا اللي عالم الثلاث عقول هيقولوا. من غير ما يغير وضعه جين وول حتى ما فتحش عينيه، بيقول إن التحالف فعلا خاص، وفي عالم ميرام عمرها ما حصلت حالة إن قوة ضخمة زي دي تتركز في إيدين منظمة واحدة، على الرغم من إنه في الأول كان أبسط تحالف بيشتغل عشان تحقيق راحة البال. وهو بيبص على المدينة بره الشباك، جين وول كمل بيقول إن دلوقتي هو بس جزء من النظام اللي بيسيطر على عالمهم. هو جمع قوة كفاية وممكن يعمل أي حاجة من غير دعم الفصائل التانية. عالم الثلاث عقول مد إيده وأشار على الشباك، بيقول إنه حتى دلوقتي التحالف السماوي المركزي بيجند محاربين أكتر وأكتر في صفوفه، ودلوقتي هو مش جزء من مام، هو مام نفسه. جين وول قبض قبضة إيده، بيقول إن التحالف من زمان بطل يكون حامل العالم ده وبدأ يفرض قوانينه الخاصة. بس اللي كان مرعب أكتر هو إن كل الناس غضوا الطرف عن ده، محدش كان عايز يبدأ تمرد. كل الناس اللي قاعدين على الترابيزة بصوا من الشباك بيسمعوا جين وول بيقول إنه ما قدرش يفهم ده. فنانين قتاليين بيحبوا الحرية وبيكرهوا القيود، بيقبلوا بالكامل ديكتاتورية التحالف، وعشان كده جين وول كان متأكد إن في حاجة غلط في عالمهم، مش بالطريقة دي. عالم الثلاث عقول قعد وإيده ممدودة، بيقول إنه مع الوقت تأثير التحالف هيكبر بس، وقريبا محدش هيقدر يعمل أي حاجة بخصوصه. جيم لف راسه وسأل العالم هو يقصد إيه. جين وول من غير حتى ما يلف راسه جاوب بيقول إن كلهم عندهم أسباب للانتقام، بس الوحيد اللي ممكن يأذي أسس عالمهم حتى لو شوية هو محدش غير موان. باحث الثلاث عوالم عقد حواجبه، بيقول إن التحالف ما كانش هيسيب موان يمشي على أي حال عشان ده كان مصيرهم. جين وول لف راسه وابتسم، بيقول إن موان كان مثير للإعجاب أكتر من اللي فكروه، وكل أفعاله كانت دليل على ده، وإن اللي أمر القتلة يهاجموهم قريبا هيندم. جيمون وموراي كتاروا إيديهم على صدورهم وهم بيسمعوا جين وول بيقولهم إنهم كمان مش غلطانين، وإن وكالات إنفاذ القانون هتشارك في الموضوع. يمكن السماوات التسعة كمان يشاركوا عشان ممكن يستخدموا وريث عشيرة السماء الشمالية لأغراضهم الخاصة. عالم الثلاث عقول بص على محاوريه، بيقول إن ده بالظبط اللي عايزينه. جونجان بص على عالم الثلاث عوالم لما لفله عارضا يتمشى معاه.
جونجان بص بصمت على جين وول وهو بيفكر في اقتراحه. افتكر ازاي مؤخرا وقف قدام فين اللي امرته يساعد موان لفترة. فرين بصت على جونجان مبلغة اياه ان ده امر من رئيس القمر المظلم. رجعنا للحاضر. للحظة جونجان بص بصمت على العالم اللي جنبه. جونجان وجين وول قاموا بيشتكوا من الموقف. فجأة روسن دخل اوضتهم وبدأ يصرخ سائلا اذا كانت الاخبار ان موان اتقبض عليه صح. وهو بيعرق بعد التدريب روسن صرخ سائلا ليه واقفين هناك عشان محتاجين يسرعوا وينقذوه. جين وول مسك راسه والآخرين بصوا بحرج وروسن قبض قبضة إيده وصرخ سائلا سيده يجمع الولاد ويروحوا ينقذوا موان. موراي لمست رقبتها تاني وبقت حزينة بتفتكر حبيبها. الأحداث بتتحول لقصر عيلة ويست جيت. سو واقف ورا هين وعينيه مقفولة نادى عليها. سوسو فتح عينيه وقال إن النسل الشمالي دبح مجموعة ناس في أرض التحالف السماوي والكزي ودلوقتي هو في الحجز. تيان خبطت إيديها على الترابيزة ونطت مش مصدقة. أونلي اللي واقف جنبها لف راسه وسأل إذا كان ده صح. العروق في رقبته ووش أونلي انتفخت وشفايفه بدأت تتلوى في ابتسامة بمجرد التفكير في القبض على النسل الشمالي. هيان كشرت وقالت إنها عايزة تشوف بعينيها إذا كان النسل الشمالي هو موان. التلاتة في الأوضة بصوا ناحية المخرج وقرروا يروحوا فورا. الأحداث بتتنقل لمقاطعة شانجي في زينو لمكان فيه جبال وتلال في كل حتة. سين كان بيقرب من مجموعة رجالة مسلحين. الناس اللي لابسين هدوم ممزقة متنوعة بصوا على ساون سائلين بعض مين جاليهم. شين اللي كان عنده جرح واضح على وشه سأل بغضب خفيف إذا كانوا قطاع طرق سرقوا القرية وإذا كانوا من الليل الصامت. راجل لابس قميص من غير أكمام وشعره منفوش أشبه بالإبر بص على ساون سأله إذا كان ممكن يسيب حاجته هنا ويمشي بهدوء. سين ضيق عينيه وسأل لي هم مش من الليل الصامت بيسرقوا ناس تانيين. وهو بيعض على حتة خشب في بقه قاطع الطريق سأل ساون إذا كان فاكر إنه لازم يكون عضو في الليل الصامت عشان يسرق. قبضات ساون اتغلفت بكاي عينيه لمعت وهو بيقول إن العالم ده محتاج يتعاد بناؤه. محتاجين يجمعوا قوة عشان يدمروا الليل الصامت مش يقلدوا السرقة ويقتلوا بعض. والقرويين طلبوا منه يعتني بيهم. الجزء العلوي من وش ساتن كان متغطي بظل عينيه لمعت ببراءة. كان على وشك يضرب اللصوص كويس. اللص بصق حتة خشب من بقه وكان على وشك يقول حاجة بس اتقطع. ساتن اتحرك فورا ناحيته كفه كان قدام وش اللص. اللحظة اللي بعدها خبط جسم العدو في الأرض مدمرا إياها. صخور وحطام طاروا لفوق بسبب قوة الصدمة. لصين تانيين ماسكين سيف ونجم صباح في إيديهم اتجمدوا في صدمة لما شافوا قوة ساتن بس ما قدروش يلاحظوا إزاي هو كان وراهم خلاص. ساون ماسك روس خصومه وخبطهم في بعض. ساون فورا لف راسه عشان يبص على اللصوص الباقيين مش مهتم بالدم اللي طرطش من روس اللصوص اللي لسه خابطين في بعض. ساون شاف 5 من المجموعة بدأوا يجروا في خوف. عينين سين نورت ببراءة تاني. اللصوص رفعوا روسهم وصرخوا في خوف. سين اللي الكاي بتاعه كان بيتجمع في قبضاته لقى نفسه فوق قطاع الطرق. بعد لحظة كمية ضخمة من الهواء المضغوط التراب وشظايا الحجارة طلعت لفوق في الهواء عاملة تقليد لانفجار. ساون واقف في نص الحفرة اللي عملها وبص لورا. الناس في القرية اللي موجودة بين الجبال صرخوا في مدح سين شايفين بطلهم بيقرب منهم شايل كيسين في ايديهم. الناس رفعوا ايديهم لفوق وشكروا سين. ساين خربش رقبته بحرج وغمض عينيه والجمهور حصروه وبدأوا يمدحوه. راجل لابس كيمونو أبيض بشنب رفيع قرب من البطل وشكر ساون اللي بص على الراجل وسأل إذا كانوا قدروا يعرفوا أي حاجة عن شيطان الفوضى موكان. الراجل انحنى وغطى بقه هامسا لسين المنحني إنه الأول عايز يقول إنه استلم رسالة من هي. عيون دام اتوسعت لما الراجل بلغه إن النسل الشمالي اتقبض عليه من التحالف السماوي المركزي. دام حط يديه على خصره وفكر في صمت. ساون لف راسه وبص في المسافة وقال إنه محتاج يرجع للتحالف. في اللحظة دي وشوش ال3 أشخاص اللي عندهم نفس التفكير كانت متوترة بصوا لقدام بصرامة شعرهم لمع. الأحداث بترجعنا لأرض التحالف السماوي المركزي. دونجان كشر وحبات عرق نزلت على وشه. النينجا دفن حجارة عليها كتابات هيروغليفية بيشتكي منها. عرق نزل على وشه حواجبه اتعقدت وهو بيشتكي إنه جونجان واحد من كبار جواسيس القمر المظلم اللي وصل لرتبة قمر خفي سماوي بيعمل حاجة زي دي. بعد ما بطل يدفن فضل قاعد على ركبه متسائلا إيه اللي نسيه هناك في الأول. جين وول استقام وبدأ يمسح العرق من جبهته. في المساء عند غروب الشمس الاتنين رجعوا لقصر عيلة تايم. جونجان بص على الخريطة اللي في إيد جين وول. حتى بعد ما دخلوا أرض القصر جين وول أشار بصباعه على الخريطة بيقول إنهم خلصوا النهاردة وهيروحوا هناك بكرة. جونجان لف وودع جين وول. جين وول لف راسه ولاحظ روسن المستاء قاعد على السلالم. عيون روسن كانت مقفولة وهو قاعد ثابت. عالم ال3 عقول جه وقاعد جنبه سائلا ليه لسه زعلان. بروسون بص على العالم وسأل إذا كان موان هيبقى كويس. جين وول عمل وشه ورفع حاجب وسأل روسن من إمتى وهو بيقلق عليه. هل اتجنن بعد كل الضربات؟ تلميذ سيد السموم رفع إيده وسأل إذا كان عشان موان واثق من نفسه زيادة عن اللزوم وبدأ يبقى مشاغل. عشان لو فاكر صح هو عمره ما اتدرب لما كان معاهم.
جين وول ابتسم وبص على روسون وسأل إذا كان حتى يعرف حياة موان كانت إزاي قبل ما يقابلهم. كل يوم موان كان تعذيب، وقتها هو اتعلق واتعذب، مر بدورة لا نهائية من التعذيب والتدريب يوم ورا يوم. لما فكوه مسك جروحه، وعلى الرغم من الصعوبات دي هو عمل كل حاجة عشان ينجو. نان بص على أعدائه بدموع في عينيه، وبعدين لمدة 7 سنين هو اتدرب في الجبال، مكررا أوضاع، ضربات واندفاعات في الأراضي التلجية، شوح بسيفه مرات كتير وصقل مهاراته القتالية. ثيان قاعد على قمم الصخور مدربا إحساسه بالتوازن والانسجام. ما كانش محظوظ إنه اتولد في عيلة مشهورة، ما كانش حتى مقدر ليه العظمة. جين وول قاعد جنب روسون، سمى كل ده هراء، عشان حتى لو استلم كل الفوائد اللي الناس اللي عندهم أصل زي ده بياخدوها عادة، هو لسه مش عايز أي حاجة زي دي وهيدور على حياة عادية. روسن غمض عينيه وحنى راسه شوية وهو بيسمع جين وول بيقول له إنه على الرغم من إن موان عمره ما خد تدريب مناسب، السبب إنه قوي قوي كده هو إن حياته كلها كانت تدريب أساسا. روسن فتح عينيه الشريرة وجين وول كمل كلامه إن موان قضى كل لحظة بيطور، حتى في السجن هو هيكمل يبقى أقوى. روسن كان ساكت، قعد ثابت بيسمع كل كلمات جين وول، راسه مايلة شوية على جنب. بدأ يفتكر إزاي موان ضربه، بيقول له إن عيلة كويسة مش معناها حاجة. ضربه بغمده، بيقول له إنه عمره ما كان غني ومعاش حياة مريحة، حياته كانت تعذيب يدوب عاشه. روسن افتكر إزاي وهو بيبص على موان شاف وشه الصارم وفي نفس الوقت الحزين، وهو بيقول إن كل ده مش معناه إنه لازم يعيش بيكره الآخرين ويعيش على السرقة التفهيهة. جين ده بص على عالم ال3 عوالم وتاسك، وهو بيبص على جين وول بدأ يصرخ سائلا ليه موان كان عنده حياة قاسية زي دي. باحث ال3 عقول رفع حاجب في صدمة على روسن اللي طلع هو اللي ما يعرفش أصل موان. جين وول بص على روسن اللي حنى فكه السفلي لقدام، في نفسه سماه أهبل، عشان بعد ما قضى وقت مع موان معظم الناس كانوا هيفهموا شخصيته خلاص. العالم حط إيده على كتف روسن وبدأ يقوم، بيقول لروس يبطل يقلق على موان ويركز على تدريبه، عشان بس بكونه الأفضل هو يقدر يساعد موان. الأحداث بتتنقل للزنزانة، جوه موان قعد ثابت،